بسم الله الرحمن الرحيم. استعدادا لكأس آسيا المقامة في قطر، نتكلم عن منتخباتنا العربية وتاريخها ومشاركتها بالبطولة. ولنبدأ بالمنتخب السعودي. تأسس المنتخب عام 1956 ميلاديا. قليلا من الإحصائيات: المباراة الودية الأولى مع منتخب لبنان عام 1957 18-1 وانتهت بالتعادل 1-1. الهداف التاريخي ماجد عبد الله برصيد 71 هدف. أكثر لاعب مشاركة مع منتخب برصيد 173 مباراة للأسطورة محمد دعية. أكبر فوز كان على تيمور الشرقية 10-0 بتاريخ 2015 17-11. أكبر هزيمة من الجمهورية العربية المتحدة اتحاد سوريا ومصر 13-0 بتاريخ 1961 3-9. قليلا من إنجازات: كأس آسيا 3 مرات ووصيف 3 مرات، كأس الخليج 3 مرات ووصيف 7 مرات، وكأس العرب مرتين ووصيف مرة، وكأس الأفرو أسيوية وصيف مرتين، وكأس العالم وصول لدور 16، وكأس القارات وصيف مرة. كأس آسيا أول بطولة كانت عام 1956 ميلاديا، ولكن تأخر لوجود العربي بالبطولة ل4 بطولات، ولكن أولى بطولات الأخضر عام 1984، وكان أول ظهور، وكان ظهورا مرعب وظهورا بطل. كان أول مجموعة التي تضم الكويت وقطر وسوريا وكوريا، ثم صعد لملاقاة إيران وتغلب عليهما بركلات الترجيح، ثم صعد للنهائي لملاقاة الصين وتغلب عليهما بنتيجة 2-0 ولم يهزم بتلك البطولة قط. ثم يتجه لبطولة عام 1988 وكان كالعادة البطل، أول مجموعة التي تضم الصين وسوريا والكويت والبحرين، ليواجه إيران ويتغلب عليها 1-0، ثم النهائي مع كوريا ويتغلب عليهما في ركلات الترجيح ويرجع محافظا على الكاس والهزيمة كعادته. أما عن البطولة التالية عام 1992 ميلادي، وصل النهائي لكنه هزم اليابان صاحب الأرض بنتيجة 1-0 ليكون الوصيف في تلك المرة، لكنه لم يبعد كثيرا في البطولة التالية عام 1996 ميلاديا من مجموعته ثانيا إيران العراق تايلاند، ليواجه في دور الثمانية الصين 4-3، ثم إيران يتغلب عليهم في ركلات الترجيح ليواجه الإمارات صاحب الأرض بالنهائي، ولكنه يتغلب عليهم بركلات الترجيح أيضا ويعود بالكاس للمرة الثالثة. أما عن بطولة عام 2000 فإنه واجه اليابان في المجموعات وهزم، ولكنه صعد لمجموعته في النهائي ولكنه هزم منها أيضا 1-0، فكان متواجدا في النهائي كأس آسيا ل5 مرات متتالية لا تحدث كثيرا سوى مع البطل الأخضر. طبعا منصة النهائي ولكنه ليس بالكثير، ليعود في بطولة عام 2007 النهائي العربي، وقامت البطولة في 4 دول. لأول مرة فيتنام، تايلاند، اندونيسيا، ماليزيا. ينتصر الأخضر على اليابان قبل النهائي في مباراة أكثر من رائعة 3-2. ليواجه البطل العربي العراق في النهائي ليهزم منه في مباراة شهدها كل العرب، ليكون أكثر من منتخب تواجد بنهائي كأس آسيا على الإطلاق، بواقع 6 مرات حصل منها على 3 كؤوس. أما عن بطولة هذا العام بقطر، يتواجد منتخب الوطني في المجموعة السادسة، نتمنى له كل التوفيق والعودة بالكأس ليعادل رقم اليابان ب4 بطولات.